بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة كده يا رب دايما. حلقة جديدة النهاردة، طبعا الحلقة كلها عن ماتش القمة، ماتش الاهلي والزمالك. الماتش بكرة الساعة 7 على استاد القاهرة. فالحلقة كلها عن توقعاتي. اخر الحلقة هقول لك توقعات النتيجة، هقول لك توقعات تشكيل الاهلي والزمالك، والتوقع للتشكيل اللي كولر هي يعني توقع تشكيل كولر، واقول لك امنياتي في التشكيل. هقول لك كل حاجة النهارده كلامنا كله عن الحلقة. بس قبل ما نبدأ اتمنى ان كلنا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. واللي ما داس لايك يضغط لايك، واللي مش مشترك في القناه يشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. وبسم الله الرحمن الرحيم. ماتش الاهلي والزمالك بكره ماتش صعب. سيبك من الناس اللي بتقول سهل. الزمالك مش في مستواه، الاهلي جاي في فورمه عاليه جدا، معظم الغيابات عند الاهلي رجعت، بس ماتش بيكون صعب. معروف ماتشات الاهلي والزمالك بتكون صعبه. طب ايه اللي مطلوب؟ المطلوب ان انا انزل بكره من اول ثانيه اوريهم ان انا نازل اكسب. مفيش. انت دلوقتي بتنافس الاسيوطي، مش بتنافس الزمالك. فانت مش هينفع تلعبهم اللي هو ايه، احنا نلعب ماتش وعادي لو اتعادلنا. لا، انت نازل. هما بالنسبه لهم هينزلوا بكره عايزين يتعادلوا. هما بالنسبه لهم هينزلوا بكره الهدف الاول ليهم التعادل. عرفت اكسب اكسب لكن ما اخسرش. يعني الزمالك بكره هيلعب بالمبدأ ده. عرفت اكسب اكسب، ما عرفتش ما اخسرش. هيلعب على التحولات. الزمالك هيدافع في نص ملعبه ويلعب على التحولات الهجوميه بتاعتهم فقط لا غير. لكن الزمالك هينزل ضغطك، ده مش هيحصل. فما ينفعش بقى كولر ينزل يفتي بكره تمام ويدافع قدام، يلعب ب 2 6 ويدافع قدامهم ويلعب هو انا مش عايز كده. انا عايز من اول دقيقه انا نازل ضغط الزمالك في ال 18 بتاعهم، وتك تك 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 لحد ما اسجل. عايز جون في اول 10 دقائق. جون في اول 10 دقائق هيفتح الماتش. لكن موضوع كولر ده مش هينفع. فهو الزمالك بكره مش ما عندوش طريق تاني. ان الزمالك انا وجهة نظري يعني مفيش سكواد، مفيش طموح لحاجه. يعني هم عارفين ان هم الدوري مش بتاعهم السنه دي، الدوري يا الاهلي يا الاسيوطي. فالزمالك مفيش طموح. اخر 3 مواجهات ما بينهم، اخر ماتش في الدوري بيننا وبين الزمالك كسبونا 2-1، ماتش بتاع بسيف الجزيري. بعديه ماتش السوبر الافريقي فضلوا يخصوك طول ال 90 دقيقه لحد ما وصلوك ضربات جزاء وكسبوك ضربات جزاء. وهم يعني طوال التاريخ هم محظوظين في ضربات الجزاء، احنا ملناش حظ في ضربات الجزاء. في الماتش التاني بتاع السوبر المحلي برضه وصلوا معاك لضربات جزاء. انت كسبت بس وصلوا لضربات جزاء. بس انا داخل ضربات الجزاء وانا ما عنديش ثقه ان انا اكسب ضربات جزاء. انا اكسبهم في الملعب عادي. يعني بسيطه خالص. انا اكسب الزمالك في الملعب باقل حاجه، والله باي 11 لعيبه اكسبهم في الملعب. وده من زمان على كده، مش من النهارده. انت اللي بتديهم فرصه ان هم يتجرأوا عليك ويروحوا على الجون بتاعك، او بيتجرأوا عليك. وطالما الماتش طول ما هو بيطول وانت ما جبتش اجوان، انت بتثبتهم. خلاص احنا هنلعب كده، احنا ماسكين، جبنا جون جبنا ما جبناش ادينا واقفين مكاننا وخلاص. لا، انا اضغط واجيب واحد. جبت الاولاني اضغط واجيب التاني وادوس. لكن مش هفضل بقى ايه قاعد ورا ومستني والكوره تيجي وافضل ابصي باصات لورا واعد 10 20 باصه ورا في ال 18 عندي وفي نص ملعبي على الفاضي. لا، انا عايزك تروح قدام تحط الكوره قدام وتفضل ضاغط عليهم. العب كوره طويله كده في ال 18 عندهم والفرقه بتاعته تضغط. اضغط، خد الكوره وروح وشوط وسدد وعرضيات اعمل كل ده. انا اللي اخرني انا كنت مستني القايمه تنزل عشان نتكلم عن القايمه ونتوقع. فالقايمه شكلها مش هتنزل الا بكره. فهقول اللي انا شايفه. يعني في الاخر هقول لك برضو اللي انا شايفه. لو مين، انا ما اعرفش مين هيخش القايمه مين مش هيخش. في كلام دلوقتي ان اشرف بن شرقي هيخش القايمه. في كلام امبارح سمعته ان معلول هيخش القايمه. الله اعلم. في كلام محمد طاهر ممكن يخش القايمه. فالله اعلم القايمه فيها مين، لان القايمه لحد ما انا بكلمك دلوقتي كده القايمه لسه ما نزلتش. فانت ما تعرفش مين بكره، مين الدنيا ايه الدنيا. لكن اللي اعرفه ان انا لازم اكسب بكره. مفيش تهاون. تهاون. كولر، احنا لما التمسنا له العذر الفتره اللي فاتت دي عشان ما كانش معاك لعيبه في متوشه كتير. انت دلوقتي معاك لعيبه. دلوقتي في لعيبه كتير جايبه مستوى. دلوقتي معاك ادوات. انت كنت الاول في التلت الهجومي كوينجات ما كانش معاك الا حسين الشحات. لا، دلوقتي معاك حسين ومعاك محمد عبد الله ومعاك بن شرقي تمام. ولو طاهر رجع معاك معاك تشكيله. ما كانش عندك الا راس حربه واحد، جراديشار، وقبليه ما كانش فيه اصلا. فكنت بتلعب امام. دلوقتي عندك جراديشار وعندك وسام ابو علي. فانت عندك حلول في كل مراكز الملعب. في كل مراكز الملعب عندك حلول. فانت دلوقتي لازم تختار لعيبه صح، تحط تشكيله صح، ما تفتيش عشان تنزل تكسب. ما ينفعش بكره نتعادل. التعادل بالنسبه لي خساره. انا بالنسبه لي التعادل خساره. انا لو تعادلت بكره مع الزمالك لا قدر الله فانا هخرج من الماتش انا خسران. انا ما كسبتش حاجه.
انا لازم اكسب وربي وان شاء الله هكسب سكور، مش ماتش عادي ان انا اكسب واحد ولا لا، هكسب سكور يعني 3 او ازيد، ازيد من 3 باذن الله. فده هعمله ازاي؟ لازم انزل من اول ثانيه اكون ضاغط الزمالك. جميل. هنيجي بقى نتكلم عن حته التشكيل. هقول لك انا توقعي لتشكيل كولر. توقع انا لتشكيل كولر. كولر هيلعب بالشناوي في الجون، هيلعب باك يمين محمد هاني، اتنين مساكين ده توقع رامي ربيعة اشرف داري، هيلعب باك شمال مصطفى العش. خط الدفاع بتاعك محمد هاني، رامي ربيعة، اشرف داري، مصطفى العش. هيلعب قدامهم باكرم ومروان، وقدامهم بامام عاشور، تمام، ومحمد عبد الله وحسين الشحات وجراديشار. وانت كده لو عمل كده، انا طبعا ما اتمناش انه يعمل كده، انا بقول لك توقعي كولر اهم حاجه عنده الدفاع، بعد كده ثم الهجوم. وده انا مش عايزه، يعني انا مش عايزه. انت هتلعب لي ب 2 6 في ماتش زي ده، وباك شمال هتلعب لي بمصطفى العش مش هيهاجم، فانت شليت الفرقه حرفيا. هيقول لك انا العب كده واخطف جون وامن وخلاص والدنيا تمام معايا وانا خدت الثلاث نقط وخلاص. انا ده مش عايز كده. ده توقع مني ان كولر هيلعب كده. طب انت امنيتك ايه او نفسك فيه؟ اقول لك انا التشكيله اللي في نفسي فيها. تشكيلتي شوبير او الشناوي مش هتفرق، فاقول خلينا في الشناوي. تمام، مفيش خلاف عليه. محمد الشناوي. باك يمين محمد هاني. اتنين مدافعين رامي ربيعه مصطفى العش. تمام. باك شمال كريم الدبيس. اتنين في نص الملعب مروان عطيه واحمد رضا، قدامهم امام عاشور. على اليمين محمد عبد الله، على الشمال لو بن شرقي جاهز لعب بن شرقي وريح حسين الشحات للشوط الثاني، لو بن شرقي مش جاهز يبقى حسين الشحات. راس حربة وسام ابو علي. ده نفسي تشكيلتي تبقى كده. لكن انت هتقولي طب انت ليه قلت مصطفى تشكيل الكولر ليه مصطفى العش باك شمال؟ عشان كولر عنده الحته الدفاعيه، وهيقلق من حته زيزو وعرضيات زيزو، فعايز حد يوقفه. ويقول لك كريم الدبيس عنده غلطات في الدفاع. انا ما عنديش الكلام ده. انا لو ضاغط الفرقه ديت مش هيبقى في خطوره عليا. ولو في خطوره مع مصطفى العش يغطي مع الدبيس، ايه المشكله يعني؟ اميل مروان عطيه ورا الدبيس شويه. يعني في كذا حل. انا عندي مروان عطيه كده كده ما بيزيدش، اخليه يروح ورا الدبيس شويه لما يكون الدبيس طالع قدام في هجمه ولا حاجه يغطي ورا الدبيس، ايه المشكله؟ العب بتشكيله هجوميه بحته واضغط. عندي احمد رضا ما خافش، يعني كولر ما تخافش انا قصدي ان كولر ما يخافش ان هو يدفع باحمد رضا، لا، نزل احمد رضا لعيب كويس وليه كوره وعنده باص كويس جدا وبيعمل افتكاكات كويسه، يعني لاعب متكامل. لا، ده لازم يبقى موجود يلعب مركز 8 لازم في نص الملعب يبقى موجود. فانا اتمنى دي تشكيله الاهلي. امنياتي ان دي تبقى تشكيله الاهلي زي ما قلت لك كده. هعيدها لك تاني. شناوي، محمد هاني، رامي ربيعه، مصطفى العش، كريم الدبيس، قدامهم احمد رضا ومروان عطيه وامام عاشور. على اليمين محمد عبد الله، على الشمال اشرف بن شرقي جاهز يلعب، مش جاهز يلعب بحسين الشحات. راس حربه وسام ابو علي. وخلي بقى عندك جراديشار على الدكه، ولو لعبت حسين يبقى خلي اشرف بن شرقي، لو لعبت بن شرقي يبقى حسين على الدكه، عمرو السولية على الدكه. لو قفشه في اخبار ان هو مصاب وفي اخبار لا هيلحق الماتش، مش عارف. لو قفشه موجود معاك على الدكه يبقى معاك كذا خيارات كتير على الدكه تقدر تغير بيهم. لو طاهر دخل القايمه يبقى عندك كذا اختيار على الدكه. عمر كمال هيبقى عندك اختيارات كتير على الدكه. فدي اتمناها تشكيله النادي الاهلي. تشكيله الزمالك المتوقعه بالنسبه لي، بيسيرو مش هيجازف، مش هينزل يهاجم الاهلي زي ما قلت لك. هو هينزل بيلعب ال 11 يعني لعيبته كلها تحت الكوره، ويلعب على التحولات الهجوميه. طب التشكيله هتبقى ايه؟ محمد عواد باك يمين، عمر جابر، حسام عبد المجيد، الونش، بنتايج. في نص الملعب شحاته ودونجا، وقدامهم عبد الله السعيد. الثلاثه القدامانيين زيزو، مصطفى شلبي لو جاهز، معرفش بقى برضه جاهزيته ولا لا، سيف الدين الجزيري. تشكيله معتاده، ولو فيها تغيير هيبقى تغيير بسيط. ايه مزايا إيه نقط القوه عند الزمالك؟ هما حاجتين: بنتايج وعبد الله السعيد. هما الاثنين دول لو انت وقفتهم صح خلاص. الباك اليمين بتاعنا محمد هاني، واللي هيلعب قدامه محمد عبد الله. انا عايز محمد عبد الله ليه؟ محمد عبد الله بيضغط ضغط ممتاز جدا. ركز كده في كل الدقايق اللي بيلعب فيها، حتى في ماتش الاسماعيلي اللاعب اللي الباك الشمال بيجي طالع بالكره، محمد ما بيخلوش يطلع بالكره. محمد عبد الله بيضغط وكتير بيقطع. وجبنا جون الكره اللي هو قطع فيها وراح رقص اتنين ولعبها لبره وجبناها جون لامام، وامام لعبها للشحات وجبناها جون.
محمد عبد الله بيعمل الحته دي كويس، ده غير ان بنتايك عنده مشكله، بنتايك بيلبس ضربات جزاء بالعبيط. يعني محمد عبد الله لو ضغط عليه في واحده ولا حاجه هناخد ضربه جزاء، افتكر الكلام ده. يعني لو محمد عبد الله لعب وبالضغط اللي بيعمله محمد عبد الله وضغط على بنتايك وغلطه هناخد ضربه جزاء. فانا عايز محمد عبد الله في المكان ده، محمد عبد الله بيضغط كويس. فهم الحتتين اللي عندهم حلوين بنتايك وعبد الله السعيد. عبد الله السعيد لازم اميل عليه واحد من الاثنين. لو انا هلعب بالتشكيله بتاعتي اللي انا قلت عليها، لو انا هخلي مروان عطيه يميل ناحيه كريم الدبيس يغطي وراه، يبقى احمد رضا في كل مكان ورا عبد الله السعيد. سهله وبسيطه كده. الزمالك مش موجود، هما الاثنين لعيبه دول بس، مش اكتر من كده. يعني هما الاثنين لعيبه دول اللي بيتحكموا في الريتم بتاع نادي الزمالك دلوقتي في الوقت الحالي. الاثنين لعيبه دول اللي بيتحكموا في الريتم بتاع نادي الزمالك. وقفتهم انا خلاص تملكت الماتش ده. غير نص الملعب ان انا اخد الكوره واعرف انقل الكوره صح بسرعه لقدام، الماتش ده يعني هيروح في حته تانيه. طيب توقعاتي للنتيجه، بسم الله الرحمن الرحيم، 4-0 للاهلي. اللي انت بتقوله ده توقع، انا متوقع كده 4-0 للاهلي. انا بكره ان شاء الله في الاستاد، انا عايز الهتاف اللي يفضل شغال ان شاء الله ان شاء الله. بص على اللوحه، بص على اللوحه، النادي الاهلي نفسه مفتوح. انا نفسي كده، نفسي ان انا سكور وانا اقعد اهتف كده في الاستاد، هبقى مرضي جدا. فان شاء الله ان شاء الله الاهلي هيكسب باذن الله. الاهلي هيعمل اداء كويس، انا متفائل بالماتش بتاع بكره وان شاء الله خير. انا بكره الحلقه بتاع بكره هتتاخر شويه لان هكون في الاستاد على ما ارجع البيت واغير وكده، هتتاخر شويه الحلقه بتاع بكره باذن الله. بس في حلقه بكره بعد الماتش ان شاء الله. والحلقه دي يا رب تكون عجبتكم، وما تنساش تكتب لي كومنت بتوقعك في بالنتيجه في الماتش. توقعك ايه بالنتيجه؟ تمام. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. لو عجبتك الحلقه ما تنساش لو مش مشترك في القناه تشترك، ولو مش عامل لايك تعمل لايك. والسلام عليكم ورحمه الله.